شديده الخصوصيه وشديده المحليه، مفيش مولد في العالم غيرنا. مش بقول كرنفال، لا بقول مولد. فهي دي فكره، لكن كتدعيم بقى عموما ان انت تحسي ان دي صناعه محتاج مسؤول، مش يعني بس في الغنى، مسؤول اكتر في السينما منك معاكي لوحدك. بالظبط. انت دايما يا سيمون بتقدمي زي ما كنت بقول لك بره قبل الهوا حاله مختلفه، حاجات يعني لاول مره بنشوفها مع سيمون، زي برضو الدور اللي قدمتيه في ايس كريم في جليم. فايه رايك نروح مع المشاهدين ونشوف اغنيه من فيلم ايس كريم في جليم ونرجع نكمل حوار. ماشي. أنا عمري ما كنت ملك بيطير، أنا بنت عادية لا عايزة أمير، ولا حد مني مسبت حبيبي، ما أنا أصلي فقيرة وهو فقير. توب 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 ما هو فقير، توب ده هو فقير. في جليم ده كان من الافلام المدويه في الوقت ده، وكانت عامله صدى كبير جدا. احنا سمعنا الاغنيه في التلفزيون، وفي جمهور في الاستوديو بره الاستوديو بيطالب، واحنا طبعا مش مسلسلاتي مسلسلاتي فنانين احنا كل حاجه، وزي ما انت فنانه شامله، اغاني تلاقي، مسلسلات تلاقي. لا على ذكر ان انت بتقولي ايس كريم، اهو مثلا ده كانت اول مره ناس تغامر بشباب في السينما. بالظبط. صحيح هم مغنيين والناس بتحبهم والكلام ده، بس هم في النهايه غامروا، ودلوقتي بقت ايه السينما كلها مياله للشباب. وكان معانا المرحوم علاء ولي الدين، صحيح، الجميل، اشرف عبد الباقي، دكتور عزت ابو عوف، عمرو دياب هو البطل، واستاذ حسين الامام استعراضيه، جيان فاضل. فشوفي الطريقه دي، خيري بشاره طبعا المخرج الجميل، الطريقه دي كلها ما كانتش موجوده وقتها. هو ده قصدي، لو احنا بدأنا نفكر بطريقه مختلفه هتبقى حاجه حلوه. طب ايه رايك نسمع بقى منك حاجه، عشان بجد صوتك وحشنا. طيب هو كده شغال؟ ممكن انا مطيعه ازاي؟ لا نفسك مفتوحه يبقى والله لمخرجتنا صفاء هي اللي هتفتح لنا نفسنا. عادة المغنيات لازم عندي برد لا مش دي خالص. يا حبيبي غرامك ده مش في بالي، ولا ألف زيك يفهم غرامي، وفر كلامك واسمع كلامي، عمر المحبة ما تستخبى، عمر المحبة ما تستخبى، خاف مني خاف مني. الغنى مش بيوحشك يا سيمون؟ ما انا بغني، انا لسه امبارح كنا عندنا حفله تبع وزاره الداخليه اليوم اليتيم، بس انا بسميه يوم الجميل، وكنا بنغني. فاهمه قصدي؟ انا بغني في كل الحاجات بحكم انها سفيره النماء الانساني تبع الفورد فاونديشن. حرقتي علينا السؤال كده لو سمحت. الاسئله كلها هات وخد بينا، مفيش اسئله بينا. فبنغني في الحاجات الاحتفاليه اللي احنا بنعملها. ما بتفكريش انك تعملي ألبوم؟ عندي ألبوم جاهز. طب هينزل امتى؟ ما هو ده من ضمن الاشياء. الحكايه بقت صناعه دلوقتي، ما فيش في مصر منتجين، بمعنى منتجين زي ما انا طلعت. دلوقتي في شركه ممكن تبقى مهمه جدا، شركه عربيه اغلب المطربين مشتركين فيها، وشركات جهود ذاتيه انت بتعملي وبيوزعوا، لكن ما بينتجوش زي زمان. ولما بيبقى في منتج عايز حد بيحتكره لمده 10 سنين بشروط جزائيه، وانا طبعا ضد. بس خلي بالك يا سيمون، زمان ما كانش في الانترنت اللي دلوقتي. سرقات، برافو عليكي طبعا، يعني في سرقات الموضوع ده، وبرضه السرقات دي مهمه. بس ما هي كله بيجر لبعضه، ما قوانين السرقات. احنا عايزينك تتفائلي يا سيمون. انا متفائله جدا، بالعكس انا شكلي التليفون ده معانا وتقولي الو. انا اللي اقول الو. الو، مساء الخير يا سيمون. مساء النور يا فندم. ازيك؟ حد فريش. ما عرفتيش الصوت؟ لا انا اسفه. ده المخرج الكبير خيري بشاره. الو على طول. لا بس لا، الصوت متغير، الصوت متغير. ازاي حضرتك يا استاذ خيري؟ ايوه انا مش اخوه، انا خيري بشاره. ايوه احنا بنقول طبعا المخرج الكبير خيري بشاره. اهلا بيكم.
ازاي حضرتك؟ الحمد لله. لسه كنا بنتكلم مع سيمون والحاله اللي قدمتوها في فيلم ايس كريم في ويوم مر يوم حلو. يوم حلو يوم مر. كنا بنقول ان لما قدمتوا فيلم ايس كريم في جليم كان مجموعه من الشباب وغامرتوا وقدمتوا فيلم، وفعلا الفيلم كسر الدنيا، اللي هو دلوقتي بيتعمل ان دي حاجه جديده وهم دلوقتي بيقدموا مجموعه من الشباب. يعني احنا بنقول ان انتوا قدمتوها من فتره وفعلا يعني الموضوع بعد خدوه وعملوه، فعايزين نعرف بقى يعني ليه الافكار دي دلوقتي مش موجوده؟ لا انا ما مش عاوز يعني انا ضد المقارنه لسبب بسيط. كل زمن وكل عصر ليه مذاقه الخاص. صحيح. وانا بطبعي يعني ضد ان انا ارجع لورا، انا باصص لقدام. فبالتالي طب ولو الورا ده حلو ما نبصش عليه ليه؟ لا، ما انا مش معترض انه حلو، بس في حلو دلوقتي برضه. يعني عايز اقول انا ضد ان دايما ارجع لورا وابص، بس اني كان يعني انا فاكر ابويا الله يرحمه كان يقول ايه عبد الحليم حافظ في ده عبد الوهاب. يعني عبد الوهاب هو بالنسبه له هو المغني الوحيد العظيم. الزمن اثبت ان عبد الحليم حافظ موهبه فذه. فانا مش عاوز اقف دايما على الماضي. الماضي في ليه سحره طبعا، عندنا حنين دايما للماضي واحنا حاسين بمتاعب في الحاضر او حاسين بمشاكل في الحاضر، فدايما بنبص للماضي عاوزين ناخد منه امل، الحاجه الجميله، ذاكره جميله. انا ممكن اقول لحضرتك حاجه تانية. يعني لسه كنا بنتكلم مع سيمون دلوقتي ان انتوا قدمتوا حاله فنيه متفرده، في وقتها كان جراءه من مجموعه من الشباب ان هي تقدم حاجه زي كده. ازاي نعيد التجربه في الوقت الحالي بمعطياته الحاليه؟ يعني بلاش بقى الماضي، احنا نقدم نفس الحاله بس بالوقت الحالي. شاطر. ما هو الوقت ده اللي انا عملت فيه ايس كريم كنت انا امين مع نفسي جدا، وكنت بعبر عن حاله خاصه قوي، ان انا ابقى شايف عالم بيعاد تركيبه، بيعاد يعني بيتغير قدامي. شايف انهيار الاتحاد السوفيتي، شايف قدامي في تغيير في الافكار، تغيير في يعني في حاجات بتحصل. واحنا ما عندناش دلوقتي حاجات بتحصل، ده احنا عندنا مليون حاجه بتحصل. عندنا طبعا. انا بقول انا يعني على كل واحد في كل زمن يعكس نبض عصره وبشكل امين وبشكل بس احنا مش عايزين ننكر برضو ان في وقت عرض الفيلم كان عمرو دياب نجم وسيمون كانت نجمه، وبالرغم من كده عملتوا فيلم والفيلم نجح وهم تعاملوا مع بعض وكان مجموعه من الشباب معاهم. على فكره دلوقتي ما بنعرفش نعمل ده. لا، النجم لوحده لا يستطيع. يعني مثلا عمرو ليه قبل الايس كريم فيلم العفاريت ده وما كانش ليه حظ من النجاح، فهي التجربه جميله. وعايزين مثلا من قريب يا استاذ خيري، يعني المسات اللي بتقدمها لنا والدورة الجميله دي منتظرين منك حاجه، لان حضرتك ليك كده انفرادات مختلفه. بنشكر حضرتك جدا. الله يخليكي. ميرسي. شكرا. تحياتي يا سيمون. ميرسي يا استاذ خيري. شكرا لحضرتك. استخبي وراك كمان. ميرسي ليك. كنا دلوقتي بنتكلم عن السينما، ايه رايك نروح مع المشاهدين ونشوف مشهد من مسلسل كان بيتعرض على نايل دراما، ونرجع مره ثانيه قيود من النار، ونرجع مره